الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما لاح صبيد وأسفر. الله أكبر ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر ما تلا قارئ كتاب ربه فتدبر. الله أكبر ما بذل محسن فشكر. الله أكبر ولله الحمد. آله ونعمائه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعطى الجميع من فضله فعدل ووهب الطائعين برحمته فأجزل. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الصائمين وأبر القائمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم من أيام الله، يوم عيد وفرحة ويوم غبطة في الدين وطاعة يفرح المؤمنون به لأن الله تعالى وفقهم لإكمال العدة وأعانهم على الطاعة، وهم ينتظرون من الكريم المثوبة والجائزة ويستغفرون الله عن الخطأ والزلة. روى الطبراني رحمه الله من حديث أوس الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ويثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. فيا فوز العاملين ويا فرحة الصائمين بهذا اليوم العظيم، ويا خيبة المفرطين المحرومين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إخوة الإيمان، في رمضان كان القرآن يتلى في المحاريب، وكانت المساجد تغص بالمصلين، وكان الإنفاق في كل الأحوال وفي سائر الأوضاع، وكانت القلوب لله عز وجل خاشعة، والعيون من خشيته سبحانه وتعالى باكية، والأيدي تسأل من عطائه ضارعة. فالله في هذه النعمة أن نقدرها حق قدرها. إنها نعمة يحرم منها كثير من الناس، فنعمة الطاعة والتوفيق لها، نعمة العبادة والاستقامة عليها، من أعظم نعم هذه الدنيا التي تنفعنا في الآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إنها نعمة ينبغي لنا أن نتدبرها وأن نتأملها
وأن نذكرها وأن نشكر الله عليها، وليس شكرها إلا بالاستقامة والمداومة عليها. فينبغي ألا تعود المساجد خاوية بعد أن كانت ممتلئة، وألا تعود المصاحف مهجورة بعد أن كانت متلوة، وألا تعود الصلات منقطعة بعد أن كانت ممتدة. فلا ينبغي لنا أن نبدد ما أكرمنا الله عز وجل به من الخيرات وما ضاعف لنا من الحسنات، فنمحقها بالمخالفات ونبيدها ونضاعف أضعافها مما يعاكسها ويناقضها من السيئات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن هذا العيد فرصة حقيقية للفرحة الشرعية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتذكروا المعنى الحقيقي للعيد، فعيدنا دين، عيدنا عبادة، عيدنا ذكر وتكبير، عيدنا صلاة، عيدنا فرحة، عيدنا صلة، عيدنا تزاور، عيدنا محبة، عيدنا توسعة على العيال، وفي المباحات فرصة بعد هذه الطاعات. والعيد عودة إلى الدين، العيد فرحة بالنعمة. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. العيد فرحة بنعم الله يحوز بها المسلم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. رواه الترمذي. وتذكروا أن كل يوم يمر بغير معصية لله فهو فرحة وعيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، إن الإسلام لا يقصر فرحة العيد على الموسرين في حين يحرم منها الفقراء والمساكين. فلا ينبغي في دين الله أن تفرح بالعيد وحدك، تأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب وتلبس الثياب الجديدة وبجوارك فقير أو مسكين لا يجد القوت وربما يئن من الجوع أنين المنسوع. تذكر أيها الصائم القائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين إسعافا له في هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. رواه الدارقطني. فلا تحوج المسكين والفقير إلى أن يمد يده إليك ويسألك، بل أنت الذي تطوف عليه وتبحث عنه وتوصل إليه الزكاة في بيته. فبهذا تعم الفرحة الجميع، يشترك فيها القادرون والعاجزون والموسرون والمعسرون لنجسد صورة الجسد الواحد. فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. عباد الله، أعيادنا تسمو فيها النفوس فتنسى الأحقاد وترتفع عن الضغائن، لأنها فرصة لصلة الأرحام وفرصة للتزاور وإعادة العلاقات بين الأقارب والجيران والأصدقاء. فكمال الإيمان خاصة في هذا اليوم الأغر أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتحسن لمن أساء إليك.
روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرته فأخذت بيده وبدرني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل ذا رحمه. وروى الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة. قلت: من هن يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله الذي تابع علينا الإحسان والإنعام، ووفق من شاء لمواصلة العمل على الدوام، وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام. إخوة الإيمان، لنصلح ما بيننا وبين الله بالتوبة النصوح وبالطاعة التامة وبالتقرب إليه بنوافل العبادات وصالح الأعمال، ولنصلح ما بيننا وبين الآخرين بالمسامحة أو الاعتذار أو أداء ما قصرنا في أدائه. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولنحقق إيماننا حتى يكون إيمانا صادقا يتجلى في أعمال ويتجسد في أخلاق ويتحدد في مواقف. فعن الحسن البصري قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل. ذلك بأن الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه البيهقي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إننا بعد فرحة العيد نصل عبادة بعبادة وطاعة بطاعة، وبينهما ومعهما فرح بنعم الله عز وجل كلها ظاهرة وباطنة. فرح نعلن فيه إقرارنا بفضل الله، ونذكر فيه نعم الله، ونستقيم فيها على شرع الله عز وجل.
ولا نقع في معصية الله بعد طاعته. فلنداوم على ما دأبنا عليه من صالح الأعمال في رمضان، ولنرجع إلى منازلنا راشدين فرحين مستبشرين من غير الطريق التي أتينا منها، ولنتصافح ولنتزاور ولنتصدق ولنتكافل ولنحسن إلى اليتامى والأرامل والمكروبين، ولنظهر الفرح والسرور في حدود ما شرع الله، ليعرف الناس أن في ديننا فسحة. ولا ننسى صيام أيام التطوع خلال العام التي من أولها صيام 6 من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواج النبي أمهات المؤمنين، وعن آل بيته المطهرين، وعن سائر الصحب أجمعين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا أمير المؤمنين محمد السادس لهداك، واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته إلى برك وتقواك. وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده لما فيه عز الإسلام والمسلمين، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، واغمر في الرحمة والمغفرة بطلي التحرير والاستقلال الملكين الوفيين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، واجعل الجنة مأواهما، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الحليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء